قبل ما ننتقل للاهلي، المستشار مرتضى منصور مشي خلاص؟ اعتقد ان خلاص قدم استقالته. استلته ايه؟ مش هو كان معزول؟ ما هو معزول ماشي، بس هو كمان هو كان. قال مش هاجي النادي تاني، او قال مش هتولى اي منصب، لان هم كانوا عطوا له شويه مناصب كده. هو يعني كان في قرار حكم المحكمه بعزله، لكن في نفس الوقت كان هو اللي بيتصرف في كل امور النادي. كلنا ده كلام طبعا مش غايب على حد، لا كلام واضح للجميع. معلن في كل حاجه. معلن في كل، هو اللي بيعمل المؤتمرات الصحفيه، هو اللي بيقود النادي في كل شيء، كانه موجود بالظبط. مجلس الاداره سايب له كل حاجه، هو اللي رئيس كل اللجان اللي في النادي. فبالتالي وهو طلع قال كده، يعني كلام لا يخفى على احد. هو طلع قال ان انا اخد قرارات باعتباري رئيس لجان بعيدا عن مجلس الاداره، ومجلس الاداره مش من حقه يعترض عليها. هو قال كده، ده كلامه. فبالتالي ده طبعا عيب اداري، يعني مؤكد ان مجلس الاداره يسال عن الكلام ده. خلينا نتكلم بامانه، مجلس الاداره يسال عن الكلام ده. انت مجلس اداره منتخب، الجمعيه العموميه انتخبتك. بالظبط. حتى لو انت منتخب من خلال قائمه بقياده مرتضى منصور، تعظيم سلام. لكن اذا كان حكم محكمه، واحنا عارفين ان احكام المحكمه، حكم المحكمه عنوان الحقيقه، فطالما صدر الحكم لازم كلنا تعظيم سلام. القضاء المصري قضاء شامخ، قضاء ما حدش يقدر يختلف عليه، فبالتالي احكامه لازم احكام تحترم. فما ينفعش نلتف حوالين الاحكام بحاجات اخرى عليها. الالتفاف ده ما ينفعش. انت طب توقيت ايه؟ طب ايه توقيت؟ يعني ما الازمه هي مستمره، اشمعنى دلوقتي اعلن رحيل؟ يعني انا بصراحه وبعد كده كمان الابواب في نادي الزمالك بقت صعبه قوي يا عمرو. يعني شفنا طبعا، يعني انا حاسس ان في ناس بتهرب بطوط المركب في نادي الزمالك بصراحه الفتره دي. اكيد مؤكد. يعني وكمان التسريب بتاع الكابتن طارق ده مفاجاه بالنسبه لي، مفاجاه غير عاديه. يا كابتن طارق، يعني انت كل ده عمال تسبح ليل ونهار بالحمد، بتسبح ليل ونهار بالحمد، وعمال بتشيد بمجلس اداره نادي الزمالك، وتشيد بكل قرار، وبتشيد بكل حاجه، وبتدافع عن كل وجهه نظر نادي الزمالك، وبتدافع عن وجهه نظر مرتضى منصور في كل القضايا، وطالع ليل ونهار على نادي الزمالك بتدافع عن مرتضى منصور وبتأيد كل قراراته. وفجاه تيجي نكتشف انك انت بتقول انك انت بقالك شهرين مش عارفين تاخدوا حاجه، واللجنه الفنيه مالهاش لازمه، والمش عارف الرموز، ما فيش حاجه اسمها رموز في نادي الزمالك، وفي مواقف كتيره جدا انت معترض عليها. لما انت معترض عليها يا كابتن، ايه اللي يعني هل لولا التصريح ده كان ممكن يستمر؟ كان ممكن يستمر ويستمر يعني يظهر الناس كده، يخدع الناس على الهواء، يعني يظهر كابتن طارق يحيى مع احترامي الشديد ليه طبعا، وده اخ عظيم واخ فاضل بالنسبه لي، وانا بحترمه جدا محترم جدا يعني جدا جدا، ودود على ومحترم المستوى جدا. الشخصي. لكن يا كابتن طارق يعني انا بصراحه، يعني انا بتضايق قوي الواحد بعد ما يمشي من منصبه يعترف ان في اخطاء. يا كابتن طارق كان من باب اولى في عز الاخطاء دي تطلع تواجه الجمهور وكلنا نسقف لك. بس هو على فكره قال ده قبل ما كانش مشي من منصبه. هو بس قال ده في الغرف المغلقه يعني. ايوه، بس قال لك حاجات كده، حاجات كده بتحصل مش راضي عنها. اكيد طبعا. طب يا كابتن طارق، ازاي ما كنتش راضي عنها وانت كنت تطلع على الهوا 3 ساعات كل يوم بتشيد بكل قرار مجلس اداره، بتدعم كل قرار مجلس اداره؟ يبقى انت كنت راضي. يعني هل انت على الهوا مباشره كنت راضي، وبعد الهوا انت مش راضي؟ وطبعا واضح ان في حاجه بتحصل في قناه الزمالك بشكل، لا قناه الزمالك تحديدا كده فيها حاجه كده غريبه اليومين دول كده. ناس بتختفي، ناس بتظهر، ناس ما بتظهرش تاني، الله اعلم. يعني مش عارف، انا واضح كده ان في حاجه غريبه. يعني الزمالك طبعا يعني بغض النظر خرج من دوري مجموعات، ودي طبعا انا مش عارف ايه حكايه الزمالك غير موفق في حكايه دوري مجموعات دوري الابطال الافريقي. والمركز الثالث غريبه جدا، الزمالك السنه دي خد ثالث دوري، خد الثالث في دوري مجموعات، كان الثالث في مجموعته. انتم السابقون ونحن اللاحقون. والسنه دي الثالث دوري مجموعات. انتم السابقون ونحن اللاحقون. لا، مش كاس العالم، دي بطوله عربيه. ماشي، بطوله عربيه اهو. انتم السابقون بطوله عربيه اهو، بتاع دوري مجموعات اهو. انتوا ثالث الدوري السنه اللي فاتت، انتوا ثاني افريقيا السنه اللي فاتت، انتوا رابع على خامس بطوله العالم للانديه. رابع يعني انتوا السابقون ونحن اللاحقون. رابع، يعني كنتوا الدرجه الثالثه. انتم السابقون ونحن اللاحقون. في 7 انديه عربيه كان من عرب افريقيا يشاركوا في البطوله، 6 خرجوا. لا، وكمان اداء الفرق، اداء الفرق بتاعت شمال افريقيا كان اداء مخيب للامال. الفريق الوحيد اللي كان اداؤه رائع هو نادي الزمالك. رغم الرجاء. لا، والزمالك الرجاء كمل. لا، الرجاء كمل. لكن هو عايز اقول شمال افريقيا كله الفريق الوحيد اللي كان اداؤه رائع ومستواه كويس جدا نادي الزمالك رغم قله امكانياته.
بجانب الرجاء اللي صعد طبعا، الرجاء فريق كويس يعني، لكن عايز اقول ان الوداد ادى اداء مخيب سيء. للامال. ده بطل يا اخوانا. الصفاقسي نفس الحكايه، الاتحاد المنستيري الاتحاد المنستيري شرحه، ولا ترجي نفس الحكايه، الترجي الاتحاد كمان المنستيري 3 هزايم، الترجي طبعا بتاع يعني يا اخوانا تخيلوا. اقل من المستوى الطبيعي. يعني احنا طبعا قلنا قبل كده في الحلقه اللي فاتت ان موعد البطوله دي موعد غير مناسب اطلاقا صحيح. لانديه شمال افريقيا تحديدا. حتى الزمالك برضه يعني حتى الزمالك ما لحقش ما خدش ياخد راحه، نفسه يعني ما خدش راحه. ولا يعمل صفقات. طبعا الزمالك كان عنده مشكله في كان صفقات، بس يعني لو كانت اتاحت ليه يعني. احنا بنشوف نادي النصر السعودي امبارح بيجيب ساديو ماني، النهارده بيشارك في المباراه. طبعا. لكن طبعا كان عندنا 7 انديه من شمال افريقيا: الزمالك والوداد والترجي والصفاقسي والاتحاد المنستيري واهلي طرابلس الليبي، ويعني 6 انديه تخرج من 7. دي طبعا امر كاشف ان البطوله دي توقيتها اصل ده ما يحصلش يعني. دي مش صدفه ان 6 انديه من 7 من شمال افريقيا تشارك في البطوله تخرج من الدور الاول يعني. عايز اقول الفرق اللي صعدت لدور الثمانيه في البطوله العربيه. مم. في المجموعه الاولى تاهل الاتحاد السعودي ب9 نقاط، ثم الشرطه العراقي ب4 نقاط. المجموعه الثانيه تاهل السد القطري ب7 نقاط، ثم الهلال السعودي مفاجاه طبعا ب4 نقاط. المجموعه الثالثه الشباب السعودي ب6 نقاط، النصر السعودي ب5 نقاط، برضو اللي هي مفاجأة. مجموعه الزمالك. برضه دي المجموعه الرابعه الرجاء الرياضي المغربي 9 نقاط، ثم الوحده الاماراتي 6 نقاط. الوحده الاماراتي مين بيدربه؟ موسيماني مدير فني النادي الاهلي السابق والمدير الفني الاهلي جده السابق، هو اللي بيدرب النادي هيطلع ابشر، هيطلع من المهم صعد موسيماني موسيماني كان وسيرجو بيدرب خرج. الاهلي السعودي وهو في الدرجه الثانيه، ماشي لما صعد. صعد درجه اولى مشروع. بس المهم صعد يعني. موسيماني 0. يعني شفنا طبعا يعني انا حاسس ان في ناس بتهرب بطوط المركب في نادي الزمالك بصراحه الفتره دي اكيد مؤكد. يعني. وكمان التسريب بتاع الكابتن طارق يحيى ده مفاجاه بالنسبه لي، مفاجاه غير عاديه. يا كابتن طارق يعني انت كل ده عمال تسبح ليل ونهار بالحمد، بتسبح ليل ونهار بالحمد، وعمال بتشيد بمجلس اداره نادي الزمالك، وتشيد بكل قرار، وبتشيد بكل حاجه، وبتدافع عن كل وجهه نظر نادي الزمالك، وبتدافع عن وجهه نظر مرتضى منصور في كل القضايا، وطالع ليل ونهار على قناه الزمالك بتدافع عن مرتضى منصور وبتأيد كل قراراته. وفجاه تيجي ننتشف انك انت بتقول انك انت بقالك شهرين مش عارفين تاخدوا حاجه، واللجنه الفنيه مالهاش لازمه، والمش عارف الرموز ما فيش حاجه اسمها رموز في نادي الزمالك، وفي مواقف كتيره جدا انت معترض عليها. لما انت معترض عليها يا كابتن ايه اللي يعني هل التسريب ده كان ممكن يستمر؟ كان ممكن يستمر ويستمر يعني يظهر الناس كده، يخدع الناس على الهواء يعني. يظهر كابتن طارق يحيى مع احترامي الشديد ليه طبعا، وده اخ عظيم واخ فاضل بالنسبه لي، وانا بحترمه راجل محترم جدا يعني جدا ودود على ومحترم المستوى جدا. الشخصي. لكن يا كابتن طارق يعني انا بصراحه يعني انا بتضايق قوي الواحد بعد ما يمشي من منصبه يعترف ان في اخطاء. يا كابتن طارق كان من باب اولى في عز الاخطاء دي تطلع تواجه الجمهور وكلنا نسقف لك. بس هو على فكره قال ده قبل ما كانش مشي من منصبه. هو بس قال ده في الغرف المغلقه يعني. ايوه بس قال لك حاجات كتير جدا بتحصل مش راضي عنها. اكيد طبعا. طب يا كابتن طارق ازاي ما كنتش راضي عنها وانت كنت تطلع على الهوا 3 ساعات كل يوم بتشيد بكل قرار مجلس اداره، بتدعم كل قرار مجلس اداره، يبقى انت كنت راضي يعني. هل انت على الهوا مباشره كنت راضي وبعد الهوا انت مش راضي؟ وطبعا واضح ان في حاجه بتحصل في قناه الزمالك بشكل، لا قناه الزمالك تحديدا كده فيها حاجه كده غريبه اليومين دول كده، ناس بتختفي، ناس بتظهر، ناس ما بتظهرش تاني، الله اعلم يعني. مش عارف، انا واضح كده ان في حاجه غريبه يعني. هو عايز اقول ان الزمالك لازم نعترف ان عنده ازمه ماليه طاحنه، لازم نعترف ان البنوك قافله حساباته بسبب خطاب بعته المستشار مرتضى منصور نفسه لمصلحه الضرائب علاء بيطالبوا طبعا تعالوا. فبالتالي ده الجواب ده عمل مشكله اصلا. طيب ما انت دفع ثمنه مجلس الاداره. يعني انت مصطفى منصور بقاله سنه كل يوم الشتيمه ممدوح عباس ان هو حاجز على رصيدها. النهارده الناس كلها بتطلع الخطاب اللي عمله مرتضى منصور لوزير الماليه، بيقول له تعالى احجز على الحسابات هو قالوا اصلا في ايوه ساعتها يعني الجواب موجود يعني تعالى احجز على مصلحه الضرايب. مصلحه الضرايب يعني هو اللي خاطب مصلحه الضرايب ان تحجز على تعالى احجزي، فحجزت على كل احجزي. فانت طلع الرقم بتاع الراجل في ايه يعني؟ حساب الراجل ايه؟ والغريب يا علاء ان النهارده محامي الاستاذ ممدوح عباس طلع تصريح مهم جدا، ما اعرفش ايه مدى صحته من عدمه، لكن تصريح مهم جدا انا من وجهه نظري. قال لك ان ممدوح عباس
وكل الاحترام ليه، ممدوح عباس رفع الحجز عن نادي الزمالك منذ 4 شهور. يا ده تصريح كان ناري النهارده يا من خبر أبيض. محامي ممدوح عباس. من قال لك 4 احنا شهور؟ قال لك احنا رفعنا الحجز عن نادي الزمالك من 4 طب شهور. 4 شهور ده طب كان ساكت ليه؟ طب ما هو وكمان قال في نفس الوقت ان الحساب اللي احنا كنا حاجزين عليه ما فيهوش فلوس، ما فيهوش اصلا فلوس. فدي على النادي الاهلي، بس قبليها طبعا القضيه دلوقتي انا اسف جداً. كهرباء، خلينا في ما كهرباء. هو ما انا لسه والله العظيم عشان كهرباء اهو الناس كهرباء بتسألونا اهو الأهم، والله. كهرباء. كهرباء الاهم. طبعا في قرار دلوقتي صدر، يعني مش قرار، في بعض الناس على السوشيال ميديا وانتوا حضراتكم بتسالوني هل صدرت عقوبه من الفيفا بايقاف كهرباء لمده 6 شهور؟ قولا واحدا ما فيش اي عقوبه صدرت تجاه كهرباء. انت جايب منين الكلام ده؟ قولا واحدا. لا ما فيش الكلام ده. عمرو لو سمحت يا قول جماعة. اللي انت عايزه وانا هجاوب. بعد اذنكم، هو دلوقتي الكلام اللي طالع بيقول لك اتحاد الكره تلقى خطاب عصر اليوم من الفيفا بايقاف محمود عبد المنعم كهرباء لمده 6 شهور. طيب الجواب ده فين؟ اتحاد الكره ما اختارش النادي الاهلي ليه؟ طبعا لان مفيش حاجه، مفيش جواب اوكي. انا بقول لكم قولا واحدا، النهارده كان الاجتماع بتاع الفيفا ومش عارفين تم او ما تمش، تم مناقشه، ما حدش شاف اي حاجه خالص خالص. احنا النهارده مشغولين ما شاء الله من الساعه 6 المغرب واحنا مشغولين بماتش الزمالك وماتش الاهلي، فما حدش تابع اي حاجه خالص. احنا مشغولين بالتابع الكلام كله. لكن لحد ما انا بكلمكم دلوقتي حالا اهو لسه مكلم مسؤول في اتحاد الكوره قال لي ما فيش ولا خطاب جالنا من الفيفا. النادي الاهلي قال لك ما فيش حاجه جت لنا ولا من اتحاد الكوره ولا من الاتحاد الدولي، طبعا مش تيجي من الاتحاد الدولي. محامي كهرباء نفسه قال لك ما فيش اي حاجه صدرت. انا بقول لكم على مسؤوليتي الشخصيه ما فيش اي عقوبه رسميه صدرت من الفيفا على كهرباء حتى الان. لا حذركم كمان من الشعر بيت، لو صدر عقوبه ضد كهرباء هيتم الاستئناف عليها مره ثانيه. طب خلصت كلامك؟ في عقوبه ضد كهرباء النهارده والموضوع منتهي. فين هي يا عم؟ هكمل كلام يا عم فين؟ انا سمعتك انت قلت اللي انت عايزه. طب يا عم لا، ما اعترضتش. انا بقول ما فيش. طب وعلى مش عارف يقول لك على المدعي مش عارف الباقي. تمام. طلع لي جواب بالايقاف. طب ثانيه واحده. حاضر بس اتفضل. في النهارده اجتماع، النهارده يوم 3 وانا قلت الكلام ده من فتره. تمام. من يوم 3/8 اجتماع لجنه الطوارئ. طيب. لجنه الانضباط للاتحاد الدولي لكره تمام القدم. تمام. النهارده الاجتماع في جواب النهارده هيصل لاتحاد الكوره خلال ساعات، جواب بايقاف كهرباء لمده 6 شهور. وعلى ان يسدد المبلغ وغرامه على كهرباء جديده غير الغرامه اللي موجوده 30,000 فرنك يسددها الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. طيب انا قدامكم اهو، حد عمرو الدرديري يجيب لي مستند واحد ان في خلال ساعات هيكون عندك المستند. يعني المستند هينزل خلال ساعات، يعني هيبقى موجود مستند خلال ساعات. يعني انتوا تعرفوا؟ عرفنا. الكل ما يعرفش لا ما يعرفش ولا ما يعرفش. وصل الخطاب هيوصل خلال ساعات. الله انا بقول لك اهو الخطاب موجود. 6 شهور ايقاف جديد لكهرباء من الاتحاد الدولي، الا اذا من حق كهرباء اذا سدد يرفع الايقاف. طيب ده القرارات اللي هتصدر اذا كهرباء سدد المبلغ كامل وبما فيهم ال 30,000 فرنك الجداد للاتحاد الدولي. لو سدد كل الفلوس اللي عليه من حق لجنه الانضباط. انا مستعد دلوقتي في ثانيه واحده دلوقتي اجيب لكم 100 تصريح لاعلامي زملكاوي بيقول ان كهرباء تم ايقافه مش النهارده، فترات سابقه، وكهرباء بيلعب لحد النهارده. هل الاهلي هيجيب حارس مرمى؟ ليه؟ مش علي لطفي مشي؟ طب ما عنده الشناوي باقي. مع علي لطفي ليه الاهلي مشاه؟ لما صفقه الشناوي وقفت مع النصر السعودي. والاهلي وافق ليه على لطفي؟ يعني لو كان الشناوي مشي كان الاهلي يسيب على لطفي؟ لا طبعا. طب ايوه مين هيبقى الثاني؟ ما انت عايز حارس شوبير، مصطفى شوبير. تهيألي صعب يبقى ثاني. ليه؟ والولد كمان بتاع المنتخب الاولمبي هايل يعني الاهلي مش هيجيب كده؟ لا طبعا مستحيل يجيب حارس مرمى تاني. والشناوي باقي. شناوي باقي لان المدير الفني الجديد لنادي النصر كان خلاص قاب قوسين وادنى انه يوقع العقد. جه نادي النصر المدير الفني السابق نادي النصر كان مصمم ان الشناوي يجي او مش على الشناوي، هو كان طالب حارس مرمى. اداره نادي النصر اتفقت مع الشناوي على كل شيء، والشناوي ابلغ اداره النادي الاهلي واداره النادي الاهلي وافقت. لكن طبعا جه رونالدو هد المعبد. تأتي الرياح بما لا تشتهي. رونالدو هد المعبد وقال لك مش عايزين المدير الفني ده، وكان دي من شروط العقد ان رونالدو مش عاجبه المدرب يغيره. رونالدو غير تغيير مدرب، جاب مدرب ثاني كاسترو. ده المدرب اول ما جه قال لك لا انا في احتياج للعيبه مش محتاج لحراسه مرمى، فعشان كده الصفقه وقفت. يعني ده سبب. حلو التبرير ده، حلو تبريركم، انا مبسوط منك.
حلو تبريركم. هو مباراة اصلا ما زي كانوش طالبين، ما كانش طالبين الشناوي بس يعني. يا راجل حرام عليك، السماسرة هم اللي بيعرضوا، لكن يا راجل حرام عليك. وصحاب السعوديه اللي ربنا كانوا بتكتب كل يوم يا عم. لما صحاب السعوديه قال لك ساديو ماني جاي، العالم كله كان بيكذبها وساديو ماني جه. قال لك رياض محرز جاي والصحافه العالميه كلها كده. يا راجل ده اداره نادي مانشستر سيتي يكذبوه. تاني يوم لقينا رياض محرز في اهلي جده قالوا ساديو ماني جاي. بايرن ميونخ قال لك على جثتي ان ساديو ماني يمشي من عندنا، على جثتي ساديو ماني. هوب امبارح جه، امبارح اتمرن ولعب النهارده. بس مش غريب يا عم اللاعب يجي امبارح ويتمرن النهارده. لا بص، اللعيب المحترف يلعب في اي وقت، اكل عيشه الكوره، مهنته كره القدم، فبيبقى جاهز دايما ان يلعب في اي مكان وفي اي وقت. ده اللعيب المحترف، وده اللي احنا نفسي يبقى موجود في مصر، ان اللاعب يبقى محترف، مش اللاعب سمسار واللاعب عنده فيلا وعنده مصنع وعنده مش عارف ايه وبيشتغل بعد الظهر. ارحمونا يعني. عايزين اللعيبه تبقى محترفه تتفرغ لكره القدم زي ما احنا شايفين. محمد صلاح ليه نجم النجوم في الكره المصريه؟ لانه لاعب محترف بيلعب يعني عنده اجهزه بتعمل اي حاجه، هو مركز في كره القدم بس، مركز في تمرينه ومركز في نومه في اكله في شرب كل حاجه. ده اللاعب المحترف. شفنا النهارده ساديو ماني جه امتى وعلى طول شارك، واول ما شارك في الشوط الثاني عمل خطوره رهيبه وقلب الفرقه. النهارده وجود ساديو ماني هو اللي كسب، هو اللي خلى النصر، هو اللي خلى النصر، هو اللي حرك الفرقه. النصر قبل وجود ساديو ماني كان الزمالك متفوق. طبعا. عايزين بس ناخد بس يا عمرو بعض اصدقائنا ان السلامه تختفي بشكل كبير جدا. السيد ابو كيفه بيقول لك حيرتنا معاك يا كابتن عمرو، اخيرا قلت كلمه حق. انا بتفق معاك. كلمه حق، انا طول عمري بقول كلمه حق. كابتن داليا المصري بيقول لك مبروك للاهلي، وهو فعلا كهربا خد 6 مباريات ايقاف. لا هي 6. تم تخفيف العقوبه، عقوبه الايقاف المحلي من 12 مباراه ل 600 مباراه، من 12 مباراه ل 6 مباريات، والغرامه بدل مليون بنص مليون جنيه. ودي على فكره مخالفه للوائح، لان اللائحه بتقول الايقاف 6 مباريات تبقى الغرامه ماليه 50,000 جنيه بس. لكن اتحاد الكوره طبعا انت عارف العقوبات على الكيف، العقوبه بدل ما تبقى 50,000 جنيه خلوها 500,000 جنيه. كهربا فلوس كتير. صلاح رشوان بيقول لك ايه حكايه رقم 3 مع الزمالك؟ النهارده 3 الدوري 3 دوري مجموعه افريقيا 3 بطوله عربيه. السابقون يا سلمنا ابو 3.